اول اوردر يتطلب مني من البتنجان المخلل وهريسة الشطة الحمراء وهريسة الشطة الخضراء. تعالوا نجهز الاوردر مع بعض. تعالوا نجهزوا الاوردر مع بعض كده سوا ونشوف ايه هنعمله ازاي ونجهزه ازاي مع بعض. هنا البتنجان جبته كده وغسلته كويس وشلت الحتة بتاعته اللي هي بتبقى الخضرة ديت و... وفتحته كده بالسكينة كده، عملت شقة كده بالسكينة كده اللي هو بحيث عشان لما نبقى نعرف نحشوه كده. وهجيب كده الاير فراير وهرص كده فيه البتنجان على قد ما يكفي. انا طبعا بنقي البتنجان الصغير. ولو انتي في الشتاء عادي لو جبت كبير، يعني لو كان يعني لو جبتها كبيره شويه ما تقلقيش، لان البتنجان في الشتاء مش بيبقى فيه بذله ولا حاجه، بيبقى بتنجان الشتاء حلو. هرص شويه كده في الاير فراير واحط عليهم معلقه زيت كده وادخلهم الاير فراير. ولو مش عندك اير فراير هتجيبي مثلا طاسه كده وفيها معلقتين زيت كده وتشوحي كده في البتنجان كده لحد ما تحسيه كده ان هو ايه يستوي معاكي كده وتفتح كده من بعض، يبقى كده تمام خالص. يعني انت مش بتحمريه، احنا بس عايزينه ايه يعني يستوي معاكي كده ويتفتح كده من بعضه. هتقومي مطلعاه بقى. هعمل ما رضيتش احطهم كلهم مره واحده، هحط كميه بكميه كده ايه مع بعض من البتنجان. وهنا الفلفل بتاعي كنت غسلاه وسبته ينشف خالص عشان ينجح معاكي هرسة الشطة. عشان تنجح معاكي هرسة الشطة لازم تكون الفلفل بتاعك ناشف خالص ما فيهوش اي ميه. هجيب كده الفلفل كده واقطعه على 2 او على 3 كده كلات وكده. وعشان تقللي يعني من حتة الشطة، يعني متبقاش شطة قوي، هتحطي عليهم على حسب بقى الكمية انت تعمليها. انا عاملة ربع فلفل من اللي هو الاحمر، يعني اللي هو الفلفل الحراق الاحمر ده، فتحطي عليه نص فلفل من اللي هو الايه الاحمر الكوبي. لو مثلا عاملة كمية او عاملة كيلو ولا حاجة تقدري تحطي فلفل، يعني فلفلاية واحدة من الفلفل الكوبي الاحمر. تمام. والفلفل الاخضر برضو هحط برضو عليه كده. انا عامله نص كيلو، هحط عليه برضو كده نص فلفلايه كده من الفلفل الاخضر برضو الكوبي، عشان برضو ايه نظبط الشطه بتاعته متبقاش حراق، شطتها جامده قوي. هبدا بقى احط كده في الكبه عندي كميه بكميه كده، ان الكبه بتاعته صغيره. لو كبتك كبيره تقدري تحطي بقى يعني ايه تقدري تحطي كميه الكولاته ايه مره واحده. يعني تحطي مثلا الفلفل بقى والثوم بقى والحاجات بتاعتنا كلها مره واحده تضربيهم. انا عشان الكبه صغيره فهفرم الفلفل الاول وبعد كده بقى ايه احط بقيه الحاجه. اخد بقى الفلفل افرمه واجيلكوا تاني. هنا بقى فرمت اهوت الفلفل. هجيب بقى بعد ما الفلفل بقى اتفرم كده هحط عليه كده معلقه كبيره من الثوم المفروم، واحط عليها ملح وكمون وكزبره ومعلقه كبيره من الخل وعصره ليمونه. يعني ليمونه كامله مش نص ليمونه، لا ليمونه كامله. تعصري وتقلبيهم كلهم في بعض مع بعض، وتحطي عليهم كده حوالي معلقتين من الزيت كده وتقلبيهم مع بعض كويس جدا. تقلبهم في بعض كويس جدا عشان يندمجوا مع بعض كويس. وبعد كده بقى تجيبي البرطمان او العلبه بقى بتاعتك، او شوفي انت هتحطيهم في ايه وتفضي فيهم. اهم حاجه يكون البرطمان بتاعك ناشف خالص، ما يكونش فيه مبلول، مش مبلول او اي حاجه يعني. طبعا تغسليه وتعقميه وتسيبيه بقى لحد ما ينشف كليا، وبعد كده تفضي بقى فيه ايه هريسه الشطه بتاعتك. وبعد كده نحط على وشه بقى كده ايه حوالي برضو معلقتين كده من الزيت يكونوا على الوش. يفضل معاكي البرطمان ده معاكي سنة كاملة او اكتر كمان من غير ما يبوظ او اي حاجة، سواء تحطيه في التلاجة او في الفريزر. كده بقى ايه عملنا اول برطمان معانا من هريسة الشطة. حبيت اشوف بقى وزنه قد ايه، فطلع معانا وزنه 325 جرام بالظبط. ده الميزان الديجيتال ده بيطلع معاكي الوزن بالظبط معاكي كده بالجرامات بالظبط. يلا بينا نبدأ في تاني حاجة بقى نجهزوها كده. احنا اول حاجة جهزناها اللي هي هريسة الشطة الحمراء. هنبدأ برضو نعمله بقى ايه هريسة الشطة الخضراء. هنقطع برضو الفلفل نفس الخطوات بالظبط بتاعة الفلفل الأحمر، هعملها نفس الخطوات في الفلفل الأخضر بالظبط، سواء البهارات والملح وكده. أهم حاجة تظبطي ملح بتاعك. هو الكيلو من الفلفل من هرسة الشطة بتحط له معلقة ملح كبيرة، فلو هتعملي ربع يبقى تحطي ربع معلقة، نص معلقة كده ملح. وبرضو ممكن تقدري تدوقيه والخلطة بتاعتك عشان تظبطي الملح بتاعها. هنعمل نفس الخطوات. هنا كانت اول بتنجان حطيته في الاير فراير استوى، طلعته واحط تاني شويه معانا برضو من البتنجان واحط عليه برضو معلقه زيت واحطه برضو ايه يستوي معانا. وهنا الفلفل برضو هحطه بقى في الكبه وافرمه واحط له بقى البهارات والخل بتاعه والزيت وكده. هفرم بقى كل كميه الفلفل بتاعتي كلها كده واحطها في بوله كده كميه، عشان طبعا زي ما قلت لكم ان الكبه بتاعته صغيره فمش عارفه افرمهم مع بعض مره واحده.
وبعد كده احط لهم بقى البهارات والثوم بقى والخل والليمون. طبعا انا مضاعفه بقى الكميه عشان الفلفل الاخضر او هرسه الشطه الخضر دي كانت اكتر من هرسه الشطه، فمضاعفه بقى ايه الكميات بتاعتهم. يعني البتنجان بتاعنا بوريلكوا اهوت، بصوا يا دوبك دبل معانا كده وتحسيه اتفتح معانا كده زي ما انت شايفه. هو كان سخن ساعتها مش قادره امسكه، هسيبه اول ما يبرد بقى. على ما يبرد اكون جهزت الايه التتبيله بتاعتنا. معانا بقى التتبيله بتاعه البتنجان: طماطميتين متقطعين كده مكعبات، وقرنين فلفل، وليمونتين، ومعلقه من الثوم كده كبيره، وملح وكمون وكزبره وفلفل اسمر، ومعلقه كبيره من الخل. وافرمهم كلهم مع بعض كده في الكبه، وابدا بقى ايه احشي بقى البتنجان بتاعنا. نجيب العلبة او اللي انت اي حاجة انت هترصي فيها البتنجان بتاعك، هتحطي كده شوية كده من الخلطة كده في ارضية العلبة. وبعد كده بقى تمسكي البتنجان معاكي بقى، هو كده كده متفتح معاكي، تحطي بقى كده فيه كده معلقة كده من الخلطة اللي احنا عاملينها ديت لحد ما تخلصي كده كل الكمية بتاعتك، تحشيها كده كلها. ولو بقى حاجة منك من الخلطة يا سلام بقى لما تحطها على الوش. وكل ما البتنجان يفضل معاكي في التلاجة كل ما طعمه بيحلو احلى واكتر معاكي في الاول. وكمان ممكن تقدري تاكلي من البتنجان ده في نفس اليوم كده، لو بالليل كده تقدري تفتحي تاكلي منه، بيبقى برضو طعمه حلو معاكي. وبكده اكون انا كده ايه وكده كنت جهزت الاوردر بتاعي بقى تمام. علبة كبيرة من البتنجان المخلل، واتنين من هريسة الشطة الخضراء، وواحد من هريسة الشطة الحمراء. وكان عامل معايا كان في نص يعني برطمان كده من اللي هو هريسة الشطة الخضراء هاخده ليا، وهغلفه بقى كويس. لو عجبكم الفيديو متنسوش تحطوا لايك وتشتركوا عندي في القناة.